مش هنشتري الباتون ساليه ابدا، وهنعمله في البيت وهيبقى ناجح ومظبوط على الاخر. يلا بينا نبدأ على طول في الطريقة. هنجيب كوباية من المية الدافية، معلقتين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، قلبتهم مع بعض وهغطيهم وهسيبهم يختمروا. هجيب كيلو من الدقيق منخول حطيته في طبق العجن، وهنزل عليه معلقتين كبار من الكمون المطحون، معلقة كبيرة من حبة البركة مش كبيرة قوي، معلقة كبيرة من الملح. قلبتهم، وهجيب تلت كوباية من الزبدة وربع كوباية من الزيت، هبستهم مع بعض كويس جدا، ودي اهم خطوه لنجاح الباتون ساليه. وهبدا اجيب الخميره بتاعتي اللي شغاله واحطها بقى كده على الخليط. قبل ما احطها هجيب بيضتين حجمهم صغير او بيضه حجمها كبير، وهبدا انزل بالخليط ده. هكون مجهزه جنبي كوبايتين من الميه الدافيه، هنزل بكوبايه كوبايه بالتدريج مع العجن، وهعجن العجينه بتاعتي لمده 10 دقايق. بعد كده هسيبها تختمر في مكان دافي لمده 40 45 دقيقه في فصل الصيف، او ساعه وشويه في فصل الشتاء. العجينه بتاعتنا بتبقى متماسكه جدا مش لينه خالص. بعد كده هنبدا نفردها على سطح العمل ونقطعها الاحجام اللي انتوا عايزينها. اخدت ربعها بس، وهنرقها كويس جدا جدا، ونبدا نقطعها بقى يعني الاطوال اللي انتوا عايزينها، لكن طبعا بترقوها كويس جدا بسمك تقريبا نص سنتي. وبعدين بنقطع كده من الاطراف علشان نرولها ويبقى سهل معانا، اسهل طريقه للتشكيل. هنرصهم في صاج ونسيب مسافات بسيطه، وبعدين نجيب اول صاج عملناه ونبدا نخبزه. فرن ساخن درجه حراره اقل من المتوسطه، هياخد معانا حوالي 20 دقيقه، هيبقى جاهز معانا وريحته تحفه.